أعزائنا المشاهدين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. الانضباط وما أدراك ما الانضباط. الكل يتحدث عن الانضباط، الكل يريد أن يكون منضبط سواء كان مرأة أو رجل. الانضباط هو خطوات بسيطة تتبعها في حياتك تكون منضبط. أول الانضباط وأول ساحات الانضباط هو النوم. تنام جيدا تستطيع إنجاز جميع مهامك اليومية. لا تنام جيدا تتعثر ولا تنجزها وتكون غير منضبط في حياتك، لأنك تفتقد إلى أهم عنصر للراحة بالنسبة للإنسان. ثانيا، عندما تقوم في الصباح، أول ما يجب أن تقوم به يجب عليك أن تغتسل بقطع النظر عن الوضع الذي نمت فيه. ثالثا، الفطور. رابعا، قبل خروجك من المنزل تأكد جيدا أن المنزل نظيف، وقبل ترك المنزل تأكد جيدا أن السرير الذي تنام عليه يضاهي السرير الذي تجده في الفنادق عندما تدخل لأول مرة. خامسا، التزم بالأكل الصحي. أنا لا أقول لك تأكل دايت على طريقة زيد أو عمر، لا، الأكل الصحي. سادسا، حاول أن تنجز العمل الذي تقوم به، سواء كنت صاحبه أو مأجور عليه، أن تنجزه على أحسن وجه. سادسا، مارس نشاط رياضي. سابعا، القراءة. ثامنا، عندما تعود في المساء إلى البيت أول ما تقوم به أن تأخذ قسط من الراحة، حتى ولو كان نصف ساعة أو أقل أو أكثر بقليل، حتى تستوعب الحالة الجديدة التي أنت فيها داخل المنزل عندما تعود في المساء. بهكذا خطوات ستكون منضبط. الانضباط هو عادة وليست ثقافة كما يخيل للبعض. وأختم، إذا كنت لا تستطيع أن تنام أقل من 8 ساعات فأنصحك بأخذ حبوب النوم أو بمراجعة طبيب لمساعدتك على النوم. وفي الختام، أستودعكم الله، وإلى أن نلتقي في فيديو قادم.